هذه هي التبريمه ولا حيد بالك. عرفتوا البنات، جبت لكم اخطر تبريمه غادي تشوفيها في حياتك. غتمشي للحمام غتبقاي تحك وتقولي ما حكيتش، غتخرج لك الوسخ ديال اعوام. كتبيض وتصفي الجسم من الحبوب، تسبغات، الاسمرار، الاطراس. البنات اللي مقبلين على الزواج، اللي مخطوبات، اللي بغاو الجسم ديالهم يتنقى، ديري لي اختي هاد التبريمه الملكيه. انا صراحه ملي جربتها عجباتني النتيجه ديالها، وقلت ضروري نشاركها مع الغزالات ديالي حتى هما يجربوها ليا، وحتى نتوما انا متاكده غادي تعجبكم وغادي تنال الاعجاب ديالكم. تبريمه اللي هي خطيره البنات. يلا الغزالات ديالي كيف العاده ما تبخلوش عليا بواحد اللايك، خليو لي لايك الفيديو، ربي يسهل عليكم. وندوزو دابا للوصفه ديالنا على بركه الله. فاول مكون اللي غادي نحتاجه في التبريمه ديالنا، عندي هنايا الفول مطحون، الفول اللي غني عن التعريف البنات كيف ما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الفول. هذا بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش، هكا كنحاول نوريكم. المهم الغزالات ديالي كتاخذوا الفول وكطحنوه حتى كيولي بودره بهذا الشكل هذا. وغادي ندير منه معلقه فهاد الزلافه هذه. وتاني مكون غادي نحتاج، عندي هنايا عرقسوس اللي خطيره البنات، واعر في التبييض. البنات اللي كيعانوا من الحبوب، عندهم الحبوب، عرقسوس كيكرم الحبوب وكيحيدهم بصفه نهائيه. وكذلك الاطراس ديال الحبوب او اي طاش في البشره ديالك اولا في الجسم ديالك راه كيحيد هذا عرقسوس. صافي البنات، درت منه حتى هو نفس الكميه. هنايا غادي نحتاج الداد البنات اللي حتى هو رائع للجسم، وكنستعملوه في التبريمات. خطير وواعر بزاف البنات، كينقي الجسم. والداد البنات غادي تاخذوا منه حتى هو هكا واحد شويه، وغادي تطحنوه وغادي تستعملوه ليا في التبريمه. غادي ندير منه حتى هو نفس الكميه، ملعقه من كل مكون. وغادي نحتاج كذلك العرعار اللي خطير الزوين بزاف البنات، كينقي الجسم والوجه وكيصفي الجسم البنات، كيزول منه كاع دوك التسبغات وليطاج الحبوب الاسمرار. وخلاص البنات، مع هاد المكونات هادو خطيره البنات، تبريمه خطيره، راه غادي تجربيها وغادي تشوفي على نتيجه غادي تعطي معاك نتيجه خياليه. صافي الغزالات ديالي هنا غادي نحتاج القرفه حتى هي اللي رائعه، كتحيد لي طاش، اي طاش البنات عندكم في الجسم ديالكم، سواء طاش ديال الحبوب او اي طاش في الجسم ديالك او لا شي طبعه او اي حاجه، راه كتحيدوا هاد القرفه هذه وكترطب البشره. والدور ديالها فعال البنات بزاف على الحبوب وعلى لي طاش. المهم الغزالات ديالي كتاخذوها حتى هي نفس الطريقه في جميع هاد المكونات، كطحنوها حتى كطحن معاكم. واي مكونات البنات ما تطحنش معاكم مزيان، حاولوا انكم هكا تغربلوه تنخلوه باش داكشي اللي ما تطحنش يتصفى. المهم الغزالات ديالي هنا غادي نحتاج كذلك السدر البنات اللي غني عن التعريف. وراكم عارفين البنات اللي كيستعملوا الوصفات راه غادي يعرفوا الفوائد ديال كل مكون. والسدر البنات راه كيحيد البقع الداكنه، كاع ديك الزروقيه غادي تحيد، واللون ديال الجسم كيتوحد وغيهنيك من التسبغات والكلف والنمش. وغادي ندير من السدر ملعقه، كيف ما شفتوا معايا ملعقه من كل هاد المكونات هادو. وغادي نحتاج مكون اللي رئيسي كنستعملوه في التبريمات، عندي هنايا الحنه. وبالنسبه للحنه البنات، كيف ما كنقول لكم في اي تبريمه كنشاركها معكم، استعملوا الحنه القديمه ماشي الحنه الجديده، لان الحنه الجديده غير غادي تصبغ لكم في الجسم ديالكم، يعني ما عندها ما كتعطيش النتائج في التبريمه بحال الحنه القديمه البنات راه زوينه، كتصفي الجسم وكتزول كاع دوك الجلد الميت وكتنقي الجسم بصفه نهائيه. صافي وغادي ندير من الحنه 3 ديال المعالق. وهاد التبريمه هذه بغيتكم البنات انكم ديروها كما درتها انا، ديروها حتى نتوما، ما تنقصوا من حتى شي مكون. راها تبريمه اللي هي خطيره البنات، وغادي تجربوها ان شاء الله وغادي تشوفوا على نتيجه كتعطي نتيجه اللي هي الطب دو الطب. صافي هنا غادي نحتاج الحامض، غادي نعصر هاد الحامضه كامله على هاد المكونات. وبالنسبه للكميه البنات غادي تحضروا نتوما الكميه اللي بغيتو، هكا اللي بغيتي ديريها نتوما ما كنتي اختك على حسب شحال من واحد غادي يدير هاد التبريمه هذه. المهم الغزالات ديالي نتوما هكا عينكم ميزانكم، اي مكون درتو غادي تطوبليو الكميه ديالو باش هكا تحضروا واحد الكميه اللي غادي تكفيكم في التبريمه.
من بعد ما كنعصر حامضه كامله كيف ما شفتوا معايا. هنايا غادي نحتاج الصابون البلدي. الصابون البلدي حتى هو راه زوين زوين بزاف، كيحيد كاع داك الجلد الميت وكيبيض وكيوحد اللون ديال البشره، وانا ضروري كنستعملو في التبريمه. وخلاصه البنات، راه التبريمه الا ما ديتيهاش معاك للحمام بلا ما تقولي تحمحمت، ضروري اختي صوبي ليا شي تبريمه بحال هذه، تبريمه ملكيه، وديها معاك اختي للحمام، وراه النتيجه ديالها طوب دو طوب. المهم الغزالات ديالي هنايا غادي نحتاج لواحد الكاسرونه، لان ما غاديش نجمعوا هاد المكونات ديالنا غير بالماء سخون، غادي نجمعوه بالماء ديال الخزامه والقرنفل. غادي ناخذ هنا واحد الكاسرونه هذا البنات، وغادي ندير فيها كاس كبير ديال الماء، كاس كبيره البنات. وهنا غادي نحتاج للخزامه. الخزامه خطيره البنات، كتخلي واحد الريحه اللي هي زوينه زوينه بزاف في الجسم، وعندها بزاف ديال الفوائد البنات. كيف ما هاد المكونات كاملين اللي استعملت معاكم عندهم فوائد اللي هي رائعه. صافي الغزالات ديالي كندير 2 معالق من الخزامه كيف ما شفتوا، وغادي نضيف عليهم بعض حبات ديال القرنفل. غادي نضيفهم على هاد الماء هذا مع الخزامه، وغادي نديرهم على النار حتى كيطبخوا معنا مزيان مزيان، حتى كيطلقوا لينا هاد 2 مكونات الفوائد ديالهم، وكيولي اللون ديال الماء اصفر. المهم الغزالات ديال هكا تخليوهم يطبخوا معكم واحد 7 حتى 10 ديال الدقائق كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد ما كنطبخوهم مزيان مزيان كنخليوهما كيطلقوا لينا جميع هاد المكونات، هاد القرنفل والخزامه كيطلقوا لينا الفوائد ديالهم، واللون ديال الماء كيكون بهاد اللون البنات. صافي وغنبقى نزيد في هاد الماء هذا، غتبقاو تزيدوها البنات هكا غير شويه بشويه، ما تضيفوش كامل دفعه واحده يعني في خطره واحده، لا البنات، غتبقاو تضيفوا هكا شويه بشويه وانتم كتخلطوا حتى كتحصلوا على واحد القوام اللي غادي تشوفوا معايا في الاخير البنات. من بعد ما غتخلط معايا هاد التبريمه هذه، الغزالات ديالي كتبقاو تضيفوا هكا شويه بشويه حتى كتخلط معاكم هاد المكونات مزيان، وداك الصابون البلدي كيذوب وكينسجموا لينا المكونات مع بعضياتهم. عرفتوا البنات، الا طبقتوا لي هاد التبريمه هذه بنفس المكونات وبنفس الطريقه، راه غتعطيكم واحد النتيجه اللي هي رائعه، وان شاء الله باذن الله انا متاكده كيف ما عجباتني غادي تنال الاعجاب ديالكم حتى نتوما. وراه كنشارك معكم وصفات البنات اللي هما واعرين واعرين بزاف، والنتائج ديالهم من اول استعمال. صافي الغزالات ديالي كنبقى مستمره في التحريك كيف ما كتشوفوا معايا حتى كينسجموا لينا هاد المكونات مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا الكاس اللي درنا ديال الخزامه والقرنفل كفانا، يعني القياس هو هذاك البنات. وانتم كيف ما قلت لكم الا غتضاعفوا الكميه غادي ديروا تضاعفوا المكونات، وعينكم ميزانكم. صافي هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، هذا هو القوام اللي غتحصلي عليه من بعد ما تخلطي الوصفه ديالك او المكونات. التبريمه ديالنا واجده البنات. فبالنسبه لطريقه الاستعمال اللي هي سهله وبسيطه، كدير اختي هاد التبريمه هذه على الجسم ديالك يكون سخون. فاش ديها معاك للحمام الجسم ديالك يكون سخون، وغادي ديريها ليا على الجسم ديالك بالكامل، وغادي تخليها في الجسم ديالك هكا واحد 20 دقيقه. وبالنسبه للبنات اللي غيسولوني واش غادي نديروها للوجه، البنات طبعا غادي ديروها للوجه، غير الوجه ما تخليوهاش بزاف، غتخليوها هكا 5 ديال الدقائق حتى 7 دقائق صافي غادي تزولوها. وبالنسبه للجسم غادي تخليوها 20 دقيقه. وفاش دوز البنات 20 دقيقه غادي تشلوا وجبدوا ليا الكيس وحكوا، وان شاء الله غادي تشوفوا الوسخات اللي غادي يخرجوا منكم، وكاع داك الجلد الميت غادي يزول، كاع داك التسبغات الاسمرار لي طاش لا طراس. المهم الغزالات ديالي تبريمه ملكيه، والنتائج ديالها راها من اول استعمال. وكنتمنى ان شاء الله ان هاد التبريمه هذه تنال الاعجاب ديالكم. وإلا عجباتكم ما تبخلوش على اختكم بلايك الفيديو، خليوا لي لايك ربي يحفظكم ليا. فخليت لكم الراحه الى فيديو قادم، بسلامه.